السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعين الأوفياء. خبر مؤسف وخبر محزن. تلقينا خبر وفاة هشام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السوشيال ميديا حاليا مقلوبة، وهذا الخبر هذا نزل كالصاعقة، والخبر اللي تأكدت منه عن نشرته من بعد ما نشرو حميد العقاوي الصحفي في شوف تيفي، وكتب تدوين عبر حسابه الخاص. خبر مؤسف ومحزن ببالغ الحزن والأسى. تلقينا خبر وفاة هشام، الشاب الذي كان يعاني من مرض السرطان، والذي تكفل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعلاجه. هشام لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، تاركا وراءه حزنا عميقا في قلوب كل من عرفوه في هذه اللحظات الصعبة. يتوجه بخالص التعازي إلى أسرته الصغيرة، خاصة شقيقته التي تعيش حالة هستيرية من الصدمة والحزن. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوى. إنا لله وإنا إليه راجعون. خوتنا المغاربة، هذا الخبر هذا مؤكد وحاليا دار ضجة كبيرة. جميع الصحافة والمؤثرين كيهضروا على الخبر الوفاة ديال هشام، فكنتمناو الصبر لخديجة، الله يبدل محبته بالصبر، والله يكون معاها، والله يصبرها على فراقه. هاد الإنسانة طيبة، كافحت معاه وجرات، ما وقفتش، ما بخلتش عليه بالدعاء، ما بخلتش عليه بالناس باش يعاونوه. ترجات جميع المغاربة، بكات، ناشدت. الحمد لله دارت معاه المجهود اللي قلال بنات الناس في هاد الوقت اللي غادي يديروا هادشي اللي دارت خديجة. مع العلم كاينين بنات الناس ماشي ما كاينينش، ولكن اللي دارتو خديجة عبرة بزاف ديال البنات. خديجة ضحات بشبابها، كما كتشوفوا الحزن دائما في عينيها، وكافحت ووقفت مع هشام، ودائما كتعطيله الأمل أنه يكون إن شاء الله بألف خير، ومازال الحياة مازال يعني لقدام هي وياه تجمعهم. ولكن الداخل ديالها كانت حاسة بأن هشام ما بقاش يعني من بعد الله سبحانه وتعالى والمعجزات ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كان عندها إحساس من الداخل. فيعني كما كتشوفوا هشام عانى بزاف وعانت مع خديجة، ولكن بالحب والإصرار ديالها ما فقدتش الأمان، وما سمحتش في الزوج ديالها ولو للحظة. بالدعاء، بالصلاة، بالدعوات، الناس يوقفوا معاها، كما شفتوا بأن جلالة الملك استجب للنداء ديالها، فكانت واحد الفرحة لا توصف بنت الناس. فكانت منهم الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيها بألف خير، وجمعت المحبة ديال المغاربة ديال العالم العربي، لأن كما كتشوفوا كلشي متابعينهم. خديجة كبرت في عيون المغاربة كاملين، ونعم الزوجة الصالحة. خوتي خواتاتي المغاربة، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرحم هشام، ويصبر الأخت خديجة، ويبدل المحبة ديالو بالصبر. هذا الخبر هذا كما قلت لكم موثوق منه حاليا، فشنو غادي نقول لكم؟ عجز اللسان عن التعبير. إنا لله وإنا إليه راجعون.